من وقت ما بدأت صناعة محتوى وأنا مهتم جدا بالمحتوى، وزي ما أنا مهتم بالمحتوى مهتم برضه بالجودة الكواليتي، سواء كانت جودة المحتوى نفسه أو جودة عرض المحتوى. وواحد من أهم العناصر اللي كنت بهتم بيها جدا هي الصوت، عشان المعلومة توصل لك واضحة وبشكل كويس. عشان كده كان دايما اختياري على مايكات الهوليلاند، سواء الهوليلاند لارك ام 2 اللي أنا لابسه ده واللي بتشوفه معايا في معظم الفيديوهات، وكل الفيديوهات اللي بصورها في الخارج متصورة بيه، أو الهوليلاند لارك ماكس اللي أنت شفته معايا في الأول الفيديوهات واللي بستخدمه في البودكاست. أيوه المايك ده اللي أنا بصور بيه ده هوليلاند لارك ماكس. خليني أوريه لكم. والهوليلاند لارك ماكس ده يعتبر استوديو متنقل، استوديو بتاخده في شنطتك وتتنقل بيه. وببساطه انا بختار شركه هوليلاند لانهم حققوا المعادله الصعبه. انا كنت دايما بدور على حاجات معينه في المايك، اهمهم طبعا جوده الصوت. غير كده انا كنت ناوي اصور بودكاست، فكان يهمني المايك اللي يجي منه 2. كل ده اتحقق معايا في الهوليلاند لارك ماكس. غير كده كان يهمني انه يكون وايرلس، يعني بدون توصيلات وبدون سلك والكلام ده كله، عشان ما اقعدش بقى احتار في التوصيلات واشتري كابلات والكلام ده كله. لا يا معلم، حطه وصل للريسيفر بتاعه واشتغل على طول. بس كان في عيبين قاتلين جدا في الهوليلاند لارك ماكس بالنسبه لي. هما مش عيبين ولا حاجه، بس مشكلتين بالنسبه لي. اول حاجه ان انا كنت عايز حاجه تكون اخف واصغر شويه في الحجم. تاني حاجه الريسيفر بتاعه كبير، فعشان كده كنت عايز ريسيفر اصغر شويه، عشان انا بستخدم جيمبل. لما كنت بحط الريسيفر بتاعه على الجيمبل ما كانش بيظبط. عشان كده اتنقلت لهوليلاند لارك ام 2 اللي حل لي المشكلتين دول، لانه اصغر في الحجم وكمان الريسيفر بتاعه بسيط جدا ووزنه خفيف، اقدر استخدمه مع الجيمبل عادي. اكاد اجزم ان انت لما بتقعد تدور في الفيديوهات هتلاقي كتير قوي لابسينه وبيستخدموه. ومايك الهوليلاند لارك ام 2 ده كان الافضل والاكثر مبيعا في 2024. وليه بقول في 2024 مش في 2025؟ ده اللي هنعرفه مع بعض في حلقه النهارده. لان انا كنت فاكر ان المايك ده احسن مايك لحد دلوقتي، لحد كده من كام يوم شركه هوليلاند مشكوره بعتت لي المايك ده الهوليلاند لارك ام 2 اس، واللي يعتبر الابجريد الكبير للمايك الهوليلاند لارك ام 2. فيديو النهارده سبونسرد باي هوليلاند، بس انا هتكلم فيه براحتي. فبدون بقى مقدمات كتير، يلا بينا نبدا الفيديو على طول. يا هلا والله وارحبوا، يا رب تكونوا كويسين. ومعاكم عمر شاهين. قبل ما نبدا نصلي على سيدنا محمد، مشروبك اللذيذ، ويلا بينا نبدا بقى في الجد على طول. الهوليلاند لارك ام 2 اس، المايك اللي حل المشاكل الصغيره اللي كانت في الهوليلاند لارك ام 2، واللي ما اكتشفناش اصلا غير بعد اصدار النسخه دي. كان في بعض الحاجات مضايقاني قبل ما يصدروا النسخه دي، ولكن بعد ما اصدروا النسخه دي لقيت ان هم طوروا حاجات اصلا يمكن ما تكونش ملاحظها، بس بعد ما تستخدمه هتلاقي ان الهوليلاند لارك ام 2 كان فيه بعض المشاكل. خلينا بقى نعمل له انبوكسنج مع بعض، بعد كده نتكلم عن المواصفات والنسخ بتاعه المايك وسعره، وكمان نختبره مع بعض. فيلا بينا. طبعا اول ما تفتح العلبه بتلاقي عندك هم كاتبين لك كل حاجه هنا، وبرده مديك الحاجه اللي انا بحبها جدا في شركه هوليلاند، اللي هم بيقول لك احنا هنا من اجلك، احنا معاك، يعني ما تقلقش. الكارت دايما اللي بيجي مع كل المايكات وكل الحاجه اللي بجيبها منهم كاتبين لك وي ار هير فور يو، يعني احنا هنا عشانك. ده كارت ما بعد المبيعات، عشان لو انت محتاج حاجه او عايز تتواصل معاهم او اي حاجه. وبرده كتاب التعليمات اللي طبعا ما حدش بيقراه، اللي انتوا شايفينه كده، كاتبين لك ازاي توصل المايك سواء على الكاميرا او على اجهزه الاندرويد او على اجهزه الاي او اس. وكمان معاه كتاب التعليمات. طبعا ما حدش بيقرا الكلام ده كله ولا حد بيهتم بيه، بس انا هنا بوريك يعني كل حاجه. بعد كده وزي ما انتم شايفين المايك نفسه، علبه المايك الهوليلاند لارك ام 2 اس. خلينا نركنها على جنب دلوقتي وهرجع لها. تعال نشوف ايه تاني بيجي في العلبه. العلبه منظمه بشكل كويس جدا. بعد كده بتشد من هنا ويطلع لك الشنطه اللي فيها باقي المحتويات. خلينا نركن العلبه على جنب ونشوف بقى بيجي ايه تاني. طبعا الباكجينج محترم وانا بحب الشنطه دي جدا، ولكن الشنطه دي هيقل استخدامها في المايك ده بشكل كبير. كنا بنستخدمها في الهوليلاند لارك ام 2 بشكل كبير، ولكن هنا هيقل استخدامها بشكل كبير، وهقول لكم ليه دلوقتي. بيجي لك في الشنطه مع النسخه اللي معايا دي نسخه الكومبو، بيجي لك كابل يو اس بي تايب سي عشان تشحن المايك وتشحن الريسيفر اللي بتيجي جوه، تشحن العلبه نفسها كمان. وبيجي لك 2 ديد كات عشان الرياح. وبيجي لك، خلينا نشوفها كده مع بعض، الوصله بتاعه الكاميرا الار اكس 3.5 مللي بالشكل ده كده، الوصله 3.5 مللي. وبيجي لك كمان وصله اللايتنينج عشان الايفون اللي قبل ايفون 15 تقدر توصله بيه، وهنشوف بيتوصل ازاي دلوقتي. يعني هنشوف تجربه كده ازاي تقدر توصل كل الكلام ده كله. بتروح جاي حاطط دي هنا كده، وحاطط المحتويات بتاعتك كلها هنا في الشنطه، وقافل الشنطه بالمنظر ده كده، واخدها معاك خلاص كده. زي ما انت شايف حجم حاجه صغيره تحطها بقى في الشنطه اللي انت خارج بيها او اي حاجه. ولو مش عايز تعمل كده، انت بتقول لنا يا عم عمر ان هيقل استخدامها بشكل كبير. هيقل استخدامها بشكل كبير، وخليني اعرفك ليه بقى مش هتستخدم الشنطه كتير. لان الهوليلاند لارك ام 2 اس بيجي لك بكل حاجه جوه العلبه، ودي اول مشكله حلها في النسخه القديمه. اللي بيجي لك جوه العلبه بيجي لك الريسيفر بتاع الكاميرات، وبيجي لك المايكين، وبيجي لك الريسيفر اليو اس بي تايب سي اللي بيتحط على الايفون من بعد 15 واجهزه الاندرويد. فانت لو عارف ان انت هتصور باندرويد مثلا او ايفون 15 او 16، فهتاخد العلبه دي في جيبك وتطلع على التصوير بتاعك، مش محتاج اي حاجه معاك تاني. حتى الديد كات ممكن تحطها في جيبك عادي جدا لو انت هتصور في مكان خارجي يعني. طيب ايه بقى انطباعاتي عن العلبه دي؟ العلبه التصميم بتاعها احسن من التصميم بتاع الهوليلاند لارك ام 2. ده كده الهوليلاند لارك ام 2، وده كده الهوليلاند لارك ام 2 اس. لو انتم شايفين الهوليلاند طلعت فوق والتصميم بقى دائري، الحواف بقت دائريه بشكل اكبر، وده يخليك لما تحطها في جيبك تبقى مرتاح بشكل اكبر. العلبه طولت شويه، بس العرض بص ما اختلفش، والسمك قل. يعني تخيل انت دلوقتي المايكين مع الريسيفرين جوه، والسمك قل والعرض يعتبر زي ما هو او قل حاجه بسيطه. الطول بس اللي
زاد يعني حاجه مش ملحوظه زي ما انتم شايفين كده. شايفين العرض وادي الحجم بالنسبه لبعضه، الطول بس اللي اختلف حاجات بسيطه من هنا كده، ولكن التصميم بقى عصري اكتر واحسن اكتر وبيتشحن من هنا. الشحن في اللارك ام 2 كان من ناحيه اليمين، اما دلوقتي في المنتصف. بس في عيب واحد بقى دلوقتي، زي ما انتم شايفين كده في العلبه دي كان في 4 مستويات للشحن. هنا دلوقتي ما عندكش غير اناره واحده بس تقول لك العلبه شحن او لا، وبتتغير على حسب الشحن بتاعك. طيب تعالوا بقى نطلع ونشوف محتويات العلبه مع بعض. اول حاجه زي ما انتم شايفين كده، خلينا نشيل بقى اللزقه من عليها، الريسيفر بتاع الكاميرات. والريسيفر ده مش لازم بس تستخدمه مع الكاميرات، انت ممكن كمان تستخدمه مع الكمبيوتر ومع الموبايل عن طريق ان انت توصل يو اس بي سي هنا ليو اس بي سي الناحيه الثانيه. وزي ما كلمتك برضو عن اللايتنينج، ان انت لو معاك ايفون اقل من ايفون 14 ممكن تستخدم الوصل اللي جاي معاه اليو اس بي تايب سي من هنا واللايتنينج من الناحيه الثانيه، وتسجل برضو على ايفون او اي او اس 14 عادي والنسخ اللي قبل كده يعني. بيجي بعد كده اليو اس بي تايب سي، وبرضو تصميم مختلف عن اللارك ام 2، كل حاجه بقت دائريه كده، وكل حاجه تحس انها بقى تصميمها احسن وتصميمها اسرع. اما بقى اهم حاجه هو المايك نفسه. شايفين المايك عامل ازاي؟ المايك ما بقاش بيستخدم المغناطيس خلاص، لانهم عملوا فكره مبتكره، ودي حل المشكله الثانيه. في الهولي لاند اللارك ام 2 خليني اوريه لكم كده، كان دايما هنا، انا هنا حاطط ستيكر بس كان هنا في اللوجو، فدايما كنت انت بتعمل براندنج للشركه نفسها. طب انا دافع فلوس يا عم مش عايز اعمل براندنج، تحط الستيكر. طبعا هم حلوا المشكله دي، وبرده كان الحجم بتاع المايك او شكل المايك بيبقى ملفت، يعني انا لابسه شايف الشكل ملفت ازاي. فهم حلوا المشكله بقى ازاي؟ قال لك يا باشا المايك عباره عن ايه؟ عباره عن الكبسوله، وعباره عن بورده، وعباره عن بطاريه. احنا صغرناهم وحطيناهم كلهم مع بعض. طب ايه رايك بقى لو نطلع الكبسوله بره ونخلي البطاريه والبورده والحاجات بتاعتنا الصغيره الثانيه جوه؟ وده اللي حصل في المايك الجديد زي ما انتم شايفين كده. شايفين بس الاول الفرق بين الحجم، التصميم بقى دائري والحجم صغير جدا. كل اللي هيبان مره معاك الكبسوله دي كده الكبسوله اللي بتلقط الصوت، وحجمها زي اي حجم مايك لافالير عادي، فانت مش هيبان معاك اي حاجه خالص. فخلينا دلوقتي اوريكم التجربه بتاعته لما البسه. بس يعني زي ما انتم شايفين كده برضو الزرار بتاعنا هنا اللي بيشغل واللي بيشغل النويز كانسليشن، فخلينا احطه كده بس يا باشا. شايف دلوقتي انا كده حطيت المايك، انا لسه طبعا ما استخدمش صوته، بس انا بوريه لك لما بيتعلق بيبقى عامل ازاي. شايف الفرق بين ده وبين ده؟ حل عبقري الصراحه، حل عبقري جدا كمان. فكده اول مشكلتين حلوها، ان الريسيفر جوه العلبه، وتاني مشكله اتحلت اللي هي بتاعه الكبسوله او الشكل بتاع المايك، او ان انت على طول بتعمل براندنج. فبقى الجزء اللي ظاهر الجزء الصغير ده، والجزء اللي مخفي جوه هو الجزء الكبير اللي فيه البراندنج وفيه الكلام ده كله. خلونا بقى نتكلم شويه عن المايك. اول حاجه المايك ده اصغر وزن هتلاقيه في السوق خالص. خلينا نشوف بقى مع بعض الوزن بتاعه كام كده. زي ما احنا شايفين مع بعض كده، المايك وزنه 7 جرام بالظبط، وده ميزان حساس يعني 7 جرام بالظبط، في حين ان الهولي لاند لارك ام 2 مع المغناطيس بتاعه كان بيوزن حوالي 9 ل 10 جرام زي ما انتم شايفين كده، 10 جرام بالظبط. فانت عندك 3 جرام اقل، يعني اتطور وكمان الوزن بتاعه بقى اقل. تاني حاجه ان القطعه بتاعت المغناطيس دي اتشالت. الاول كنا بنمنع اهم القطعه بتاعت المغناطيس دي والتعليق، واوقات تيجي تشد المايك تلاقيها وقعت. اما دلوقتي بقى عندك مشبك من التيتانيوم متين وقوي جدا، يعني ما بقتش ناعي هم المغناطيس، المايك نفسه بيدخل وبيخرج مع بعض قطعه واحده، وكمان امتن. يعني بقى يا باشا لو بتلعب رياضه او اي حاجه تقدر تتنطط وتلعب وتروح وتيجي براحتك خالص. يا دوب كل اللي تعمله ان انت تشبك المشبك وخلاص، على كده تنساها. بس السلبيه الوحيده ان في ناس مثلا اللي بتلعب رياضات اللي هي بتتطلب انها تكون من غير تيشيرت او من غير اي حاجه خالص، هتبقى مش عارفه تحطه فين. يعني لو مش لابس حاجه خالص وبلعب كمال اجسام وبحتاج اوضح حاجه، مش هبقى عارف احطه فين. ولكن في ناس بتعمل حلول ابداعيه، زي ان هي مثلا تحطه في النضاره هنا كده، او تحطه في ودنها، او تحطه في الكاب بتاعها لو هي لابسه كاب. يعني في حلول كتير ما تقلقش منها برضه، ولكن طبعا مش بنفس القدر بتاع السلسله اللي كانت بتتلبس بتاع الهولي لاند لارك ام 2. خلونا بقى دلوقتي نعين كل المايكات دي ونجرب المايك مع بعض. دلوقتي احنا حولنا على المايك الهولي لاند لارك ام 2 اس، واللي انت سامعه ده الصوت بتاعه من غير نويز كانسليشن، والتكييف جنبنا شغال وبصوت عالي، وانا سامعه بصوت عالي جدا كمان. خلونا نطفي التكييف كده ونجرب صوته، وبعدين نرجع نشغل التكييف تاني ونشغل خاصيه النويز كانسليشن. ده كده الصوت بتاع المايك بعد ما طفينا التكييف ومن غير ما نشغل اي نويز كانسليشن. طبعا الصوت رو من غير اي تعديلات ومن غير اي حاجه. خليني كده اشغل معاكم النويز كانسليشن، وبعدين نشغل التكييف ونشغل النويز كانسليشن. شوف بتكه واحده من هنا كده انا شغلت النويز كانسليشن. فخلونا بقى دلوقتي مع بعض نشغل التكييف ونشوف الصوت بتاع المايك في التكييف من غير نويز كانسليشن وبنويز كانسليشن. رجعنا شغلنا التكييف، وده كده صوت المايك من غير نويز كانسليشن. خلينا بقى نشغل النويز كانسليشن. ده كده صوت بتاع المايك بالنويز كانسليشن والتكييف شغال. على ما اظن كده الصوت هيبقى احسن وانقى كتير. خليني بقى دلوقتي اكلمك عن كل محتوى من محتويات العلبه بالتفصيل، وكمان اكلمك ازاي تقدر تتحكم في المايك ده من خلال الموبايل من تطبيق الهولي لاند، اللي انا بعتبره من احسن التطبيقات اللي ممكن تتعامل معاها واسهلهم وايسرهم كمان. زي ما انتم شايفين كده ده الريسيفر بتاع الكاميرات اللي بيجي معاه، وفيه 3 مستويات للصوت، 1 2 3 زي ما انتم شايفينهم كده بيتعملوا بلومه. وكمان عندك هنا الزرار بتاع الاون والاوف، والزرار بتاع تشغيل النويز كانسليشن، يعني تقدر تشغل النويز كانسليشن من خلال الريسيفر. طبعا هنا عندك مخرج اليو اس بي تايب سي اللي تقدر توصل عليه لابتوب او توصل عليه موبايل سواء كان اي او اس او اندرويد. وهنا مخرج ال 3.5 مللي اللي بتوصل عليه الكاميرا، هتلاقي عامل لك السيمبل بتاع الكاميرا، ومن تحت هتلاقي الاطراف بتاعه الشحن. وطبعا هو بيوصل على الكاميرا من خلال الحاجه اللي زي المشبك اللي بتيجي هنا دي. ده بالنسبه للريسيفر بتاع الكاميرا. بالنسبه للمايك نفسه زي ما انتم شايفين كده بيجي معاه زرار واحد، والزرار ده بيتحكم في النويز كانسليشن. فانت لو عملت اللون الاخضر كده انت كده طفيت النويز كانسليشن، حتى المايك اللي معايا طفى فيه النويز
كانسليشن، ولو ضغطت عليه تاني هتلاقي النويز كانسليشن اشتغلت. بس هم شالوا ميزه انا كنت بحبها جدا، كان في الهوليلاند لارك ام 2 لما تضغط عليه 2 كليك يوقف الفيديو او يخليه يبدا تصوير. دلوقتي للاسف الميزه دي اتشالت. ممكن تتحط تاني عن طريق فيرم وير ابديت، فيا ريت لو هوليلاند بتشوف الفيديو ده تعمل لنا ابديت تخليه برده يشتغل ويطفي الفيديو تاني من خلال ضغطتين. بعد كده بيجي مع المايك اليو اس بي تايب سي، الريسيفر اليو اس بي تايب سي اللي بيتوصل على الموبايلات زي ما قلنا الاندرويد والاي او اس اللي اعلى من ايفون 15 وانت طالع يعني. وده زي ما انتم شايفين كده في زرار بيشغل وبيطفي النويز كانسليشن برده، وفي مدخل يو اس بي تايب سي عشان لو عايز تشحن الموبايل وانت بتصور، ودي ميزه مهمه جدا وكانت موجوده برده في اللارك ام 2. اول حاجه هتلاقي في الابلكيشن هي نسبه البطاريه بتاعت كل مايك. تاني حاجه هتلاقيها هي مؤشر الصوت، وهنرجع لمؤشر الصوت ده تاني بعد اختيار النمط. هنا اللي هيبقى ظاهر قدامك بس هو مايك واحد. بعد كده هيظهر لك ان انت اختيار السويتش ان انت تشغل سماعات الموبايل ولا لا، ويفضل ان انت تشغلها عشان لو انت بتسجل صوت مثلا والريسيفر موجود وبعد كده جيت شغلت صوت هتقدر تسمعه من خلال سماعات الموبايل. اما لو انت لغيت الاختيار ده وسجلت فيديو او صوت وجيت تسمعه والريسيفر متوصل مش هيطلع لك الصوت بتاعك، فيفضل ان انت تسيب الاختيار ده. بعد كده الزرار بتاع تفعيل او عدم تفعيل النويز ريدكشن او عزل الضوضاء، ولما بتفعله بيظهر لك خيارين، يا اما تعزل الضوضاء بصفه ضعيفه او بصفه اقوى، ويك للضعيفه وسترونج للقوي. يعني عندك مستويين عزل ضوضاء، المستوى الاول الضعيف والمستوى الثاني القوي. بعد كده هيجي مستوى الصوت، وتقدر تتحكم في مستوى الصوت من 6 مستويات، من 1 ل 6. ده مستوى شده الصوت او الجين بتاع المايك زي ما بيقولوا يعني. بعد كده نمط الصوت، مونو لو المايكين هيسجلوا على قناه واحده فبيظهر لك فوق صوت واحد او قناه واحده مايك واحد. اما لو عملتها ستيريو ده معناه ان كل مايك هيسجل بشكل منفصل في قناه مختلفه، وده يفضل لو انت مثلا بتعمل بودكاست او حاجه عشان تعدل على كل واحد لوحده. الاختيار اللي بعد كده ان هو يطفي لوحده لو مش مقترن، لو مثلا المايك مش مقترن مع الريسيفر لمده 15 دقيقه يعمل شات اوف لوحده او يعمل باور اوف لوحده. اما لو عملتها نيفر عمره ما هيطفي، حتى لو فضل بره العلبه كتير قوي مش هيطفي لوحده خالص، لازم انت اللي تطفيه او تحطه في العلبه. بعد كده عندك الانديكيتور لايت سويتش، وده اللي بيخلي الاضاءه بتاعه المايك تشتغل او لا. لو انت مفعل الخيار ده الاناره في المايك هتفضل شغاله، اما لو انت خافي الاختيار ده او ضاغط عليه اوف فالاناره في المايك مش هتبقى شغاله. اما اخر حاجه عندك ان انت تقدر تحدد ازرار تعمل فانكشن معينه او تعمل وظيفه معينه، زي مثلا ان انت تحدد الزرار بتاع الباور في الريسيفر سواء الريسيفر بتاع الكاميرا او الموبايل ان هو يعمل ميوت للمايكات. ده بالتفصيل كل حاجه في الهوليلاند اب او الابلكيشن بتاع هوليلاند اللي تقدر تتحكم من خلاله في المايك بتاعك. تعالى بقى نطلع نشوف المايك مع بعض ونشوف تغطيه المايك اللي مكتوب انها بتوصل لحد 300 متر، ونرجع اكلمك عن شويه مواصفات والنسخ بتاعه المايك وسعره كام. طيب دي كده التجربه بتاعه المايك بره من غير الديد كات ومن غير نويز كانسليشن ومن غير اي حاجه، انت سامع الصوت من المايك مباشره بدون تعديلات وبدون اي حاجه. خلونا نشغل نويز كانسليشن مع بعض ونسمع الفرق. كده انا مشغل معاكم النويز كانسليشن، فكده انتوا سامعين المايك بالنويز كانسليشن من غير ديد كات ومن غير اي حاجه. تعالوا بقى خلونا نركب مع بعض الديد كات او القطعه اللي هي بتاعه الرياح اللي بتيجي معاه ونجرب ونشوف الصوت هيبقى عامل ازاي. ده كده الشكل بتاع المايك والصوت بالديد كات والنويز كانسليشن. هشيل بقى النويز كانسليشن ونسمع الصوت بتاعه ونجرب المسافه. ده كده صوت المايك بالديد كات ومن غير النويز كانسليشن. خلونا بقى نجرب المسافه مع بعض. طيب زي ما اتعودتوا عشان نحكم على اي حاجه او على اي مايك لازم يكون وشنا للكاميرا عشان نحكم عليه هو كويس ولا لا. ملحوظه بس كده، ممكن الصوت ما يكملش ل 300 متر لسببين، لو انا اتضيرت للكاميرا وكمان بسبب تداخل الاشارات مع اشارات الجهد العالي اللي حوالينا. فخلونا نتضير كده ونبدا. ده كده الصوت بتاع المايك. سامعين الصوت ولا لا؟ احنا كده بنبعد عن المايك اكتر واكتر، المفروض يكون لسه سامعين الصوت بتاع المايك. هو كده كده في كل الاحوال احسن من اللارك ام 2، كافيه عشان تحكم على المايك بتاعك. اظن كده احنا كويس جدا والمسافه كافيه، المايك متعلق بشكل كويس يعني ما تخافش عليه. ملحوظه تانية بس عايز اقول لكم عليها ان تركيب الديد كات هنا اسهل بكتير جدا من تركيب الديد كات في اللارك ام 2. لو تفتكروا في اللارك ام 2 لو رحت شفت الفيديو ان انا قلت لكم في تركيب الديد كات بتاعه ان التركيب بتاع الديد كات ازعجني، انما هنا ما خدش ثانيه واحده، ممكن تركبه كمان وانت مركب المايك عادي. فالتركيب بتاع الديد كات هنا سهل جدا فحيي هوليلاند انهم حلوا المشكله دي. الحاجه الوحيده اللي مضايقاني بس هنا في المايك ان التكتين عشان توقف الفيديو او تكتين عشان تشغل الفيديو مش موجوده، ولكن ممكن ده يحلوها في فيرم وير ابديت او سوفت وير ابديت. وبس كده يلا بينا نرجع للستوري. المايك بتوصل بطاريته ل 30 ساعه استخدام مع التشارجنج كيس بتاعته، وده وقت اكتر من كافي جدا عشان تطلع وتصور وتعمل اللي انت عايزه بره وما تبقاش قلقان ان انت عايز تشحنه تاني. وحتى لو فصل منك من خلال ان انت توصل الكابل بالكيس في اقل من ساعه ونص يكون عندك فولي تشارج تاني، يعني تم شحنه بالكامل. المايك بيسجل 24 بت 48 كيلو هرتز، ودي جوده كويسه جدا للناس اللي مهتمه بالتفاصيل يعني. المايك بيجي باربع نسخ، اول نسخه وهي اللارك ام 2 اس دو، ودي اللي بتيجي فيها دي بس، بيبقى عباره عن الاثنين مايكين بتوعك والريسيفر بتاع اليو اس بي تايب سي، وما بيبقاش معاها اي حاجه ثانيه. اللارك ام 2 اس ميني كومبو، ودي اللي بيجي فيها العلبه برده بس بالريسيفر بتاع الكاميرا والمايكين واليو اس بي تايب سي، الريسيفر اليو اس بي تايب سي. اما ثالث نسخه واللي هي معانا النهارده اللارك ام 2 اس كومبو، ودي اللي بيجي فيها نفس المكونات بتاعه اللارك ام تي اس ميني كومبو، بس بالاضافه اليها بيجي معاه وصله يو اس بي تايب سي لللايتنينج عشان توصل عليها الايفونات القديمه. اما اخر واكبر نسخه هي اللارك ام 2 اس التيميت، ودي اللي بيجي فيها كل حاجه
بقى، بيجي فيها نفس اللي بيجي في محتويات الكومبو، بالاضافه كمان الى ريسيفر لايتنج، ريسيفر كامل زي اليو اس بي تايب سي بس لللايتنج. سعر النسخه الكومبو على الموقع الرسمي لهولي لاند بالدولار $149، اما النسخه الالتيميت $159. وهسيب لكم روابط شراء المنتج في وصف الفيديو. المايك ده موجه لمين بقى؟ المايك ده موجه لفئات كتير جدا، زي صناع المحتوى، تقدر تستخدمه في صناعه الفيديوهات والبث المباشر، تقدر تستخدمه في البودكاست والمقابلات في الشارع لو حابب، تقدر تستخدمه في الكورسات والتعليم عبر الانترنت، واي تطبيق محتاج فيه صوت كويس وحريه حركه. اما بقى لو عايز تعرف تفاصيل اكتر عن الاستوديو المتنقل للارك ام ماكس، الفيديو ده كلمتك عن الهولي لاند لارك ام ماكس بالتفصيل، ما تنساش ان انت تروح تشوف. لو وصلت لهنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان تكون معانا في الفيديوهات الجديده اول باول. استناكم ان شاء الله في الفيديو اللي جاي. سلام.